يا لو وسهلا بيكم مملوك التكنولوجيا. واليومين دول احنا بنعدي في وقت صعب، اقتصاديا عالميا، ومصر عملتنا بيحصل لها مشاكل كتير اليومين دول. وطبعا كواحد مصري عندي فلوس بالجنيه المصري وانفستت في البلد دي بحاجات كتير قوي، وانا بحب البلد دي جدا. فعندي كام اقتراح، ممكن منهم يكون حاجات تحسها اللي هو معروفه، ومنهم حاجات ممكن تكون فعلا جديده جدا بالنسبه لك. اتفرج على الفيديو ده، اعمل له شير عشان دي حاجه ممكن تفيد ناس كتير قوي قوي اليومين دول. طيب امبارح الدولار وصل 32 جنيه، والنهارده الدولار قل شويه وبيزيد وبيقل. والفكره ان هو كان ب 15 من فتره قليله، فانت لو كان معاك 100,000 جنيه مثلا من حوالي شهرين، دلوقتي بقوا قيمتهم يشتروا حاجات ب 50,000 جنيه بس. تقريبا اكتر حاجه مش ذكيه ممكن تكون بتعملها دلوقتي انك تحتفظ بفلوسك في البيت. دي حاجه في منتهى عدم الحكمه. طيب تعمل ايه؟ هقول لكم كام حاجه، من الحاجات الاسهل للحاجات البسيطه للحاجات المعقده شويه. رقم واحد، ممكن تروح تعمل شهاده في البنك. شهاده 25% في البنك دي شهاده مش هتكسب منها، ولكن هتحتفظ انك تقلل خسارتك شويه. لو انت رحت عملت شهاده ب 100,000 جنيه، كمان سنه هتكون ب 125,000 جنيه صافي فلوس. في السنه دي ممكن العمله تخسر 25% من قيمتها، يبقى انت ما خسرتش ولا مليم. يبقى انت حطيت 100,000 ودلوقتي بقى 125,000، ولكن 125 دول قيمتهم نفس قيمه ال100 من سنه. ممكن العمله تخسر اكتر من 25%، وفي الحاله دي هتبقى انت خسرت الفرق ما بين ال 25% والرقم الزياده. يعني مثلا النهارده لو الدولار ب 30 وبقى ب 45، يعني 50% قلت العمله، فانت هتبقى في الحاله دي ما خسرتش 50% من فلوسك، هتبقى خسرت 25% بس. فدي حاجه كويسه، ودي الحاجه الاولانيه، ودي اسهل حاجه ممكن تعملها في اللحظه دلوقتي. الحاجه الثانيه، استثمر فلوسك في منتجات. دي حاجه انا كيوسف هعملها خلال الاسبوع ده. انا يعني ان شاء الله كاي بني ادم هيكون بيتجوز في يوم من الايام، وهيكون عايز يشطب شقه في يوم من الايام. فانا قررت ان انا محوش كده حوالي 10-20 الف جنيه. ال 10-20 الف جنيه دول هنزل اشتري بيهم سلوك كهرباء. في منتجات وسلع ما لا نهائيه ممكن تشتريها وملهاش تاريخ صلاحيه. سلوك الكهرباء نحاس مش بتبوظ. في ناس ممكن تشتري ذهب، ولكن سوق الذهب طالع ونازل، وحاليا هو طالع جدا، فانت لو اشتريت فيه ممكن تكون بتخسر، ودي محتاجه شويه خبره. ولكن حاجات مش محتاجه خبره، هي السلع ما بتخلصش. ممكن تنزل تشتري مناديل، ممكن تنزل تشتري اكياس زباله، ممكن تشتري سلوك كهرباء زي ما انا في حالاتي مثلا بفكر اعمل. انفست فلوسك في منتجات انت متاكد انك هتستهلكها وتستخدمها كمان سنه، كمان 6 شهور، لان كده كده الحاجات دي هتغلى. فانت لو اشتريتها دلوقتي انت بتكون بتثبت قيمه فلوسك. وعامه كرول عام، حاجه ذكيه قوي دلوقتي انك ما يكونش معاك كاش فلو، ما يكونش معاك فلوس كده اللي هي ليكويد بيسموها. حط فلوسك في اسيتس، حط فلوسك في منتجات، حط فلوسك في مباني، في شقق، في اي حاجه. اشتغل اونلاين. دلوقتي احنا بنواجه صعوبه ان احنا ندخل العمله الصعبه اللي هي الدولار مصر. اذكى حاجه ممكن تعملها انك تدخل العمله الصعبه مصر. وفعلا يا جماعه الموضوع مش صعب. انا اوريدي اتكلمت في فيديو كامل عن 5 طرق ممكن تعمل بيهم فلوس اونلاين، وكلمت وعملت فيديو على الفيسبوك، ممكن احط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن الفيديو. ولكن سريع جدا، انت ممكن تفتح بروفايل على اي موقع شغل اونلاين زي اب وورك او فريلانسر، وتبدا تقول اللي انا بعرف اعمل فيديو اديتنج، بعرف اعمل ديزاينز، بعرف اعمل اللي انا اكون اسيستنت ارد على مكالماتك، بعرف اعمل داتا انتري، بعرف اعمل ريسيرش، بعرف اعمل فويس اوفر. في الاف من الشغلانات اللي انت ممكن تقدم عليها. وفعلا يا جماعه الموضوع مش صعب. لو انت اوريدي شخص بتشتغل الحاجه دي وعندك الخبره وشغال فيها في اي مكان، تقدر انت تاخد نفس الخبره دي وتحطها اونلاين وهتشتغل بيها بالدولار. رقم 3، حط اولويات لمصروفاتك. اليومين دول انت شخص بتقرر انك تشتري انا اعرف ناس يا جماعه بتشتري عيش مستورد. عيش اللي ممكن تاكله عادي ال 20 رغيف بجنيه من التموين، ممكن ناس اعرفه بتشتري مستورد. انا مش بكلم الناس دي في حته ثانيه، ولكن انا بكلم ناس ممكن تكون بتشتري. هقول لكم بتشتري ايه، ثانيه واحده. انا كيوسف اليومين دول بروح الجيم وباخد حاجه زي بروتين سبلمنت، اللي هو بيساعدني ان انا ابني عضلات وغيره من الحاجات، اللي هو يعني اكل بروتينات، حاجات مفيده. فانا كنت شغال بحاجه اسمه مش عارف ايه ده، ماشي. ده منتج امريكاني غالي والصراحه جامد، ومعلقه واحده منه تعمل لك كوبايتين من المنتج اللي فيه منه نسخه مصري. ده يا جماعه الشكاره منه تقريبا بحوالي 6000 جنيه، وده الشكاره منه بحوالي 1800 جنيه بس. ده ككثافه بيعمل شكارتين من ده، ففعليا ده ب 6000، وده مثلا لو هيعمل زيه هيكون في رينج 4. ليه انا بقى استخدم الغالي؟ طب انا ممكن ابدل المنتج المصري واعيش حياتي عادي واكمل عادي. نفس الكلام ده بينطبق على حاجات كتير قوي في حياتنا. الصوص اللي انت بتستخدمها، بص الصوص ده مصنوع في بلد ايه؟ هتلاقيه مصنوع في مصر، حلو تمام، مشي حالك وبتاكد ان هو هيلثي وما فيهوش مشاكل وما فيهوش الحاجات دي. الصوص ده مصنوع بره مصر، لا خلاص ما هو غالي، فنرخص نجيب الالترناتيف المصري بتاعه. كتير قوي بنتعود على نوع زبادي معين او نوع صوص معين، واحنا مش بنبص على
ان في حاجات تانية عادي ممكن تجيبها موجوده بسعر ارخص وبتدي نفس الفوائد بالظبط. ممكن يكون كلامي تقيل شويه ولكن كلامي عملي، يعني احنا الفتره دي محتاجين تفكير عملي، مش محتاجين اللي هو لا احنا متعودين. فكر عملي، انت محتاج تعيش. واخر حاجه اتكلم عليها، ودي الحاجه ممكن تكون اصعب شويه او تاخد وقت شويه، وهي انك تدرس السوق وتشوف ايه المنتجات اللي كانت موجوده في السوق المصري والناس كانت بتشتريها، وبسبب منع الاستيراد او تقليل الاستيراد وتقليل العمله الموضوع بقى صعب، وتقرر انك تعملها في مصر. انا اعرف بيزنسز يا جماعه كانوا بيعملوا اللي هو الشمع اللي على اشكال مختلفه، ودي كانت في شركات كبيره قوي واخداهم ومحتكره السوق المصري والمستورده. الناس دي بدات تعمل الشمع وبدات تعمل الحاجات دي، الاستيراد بدا يقل، هم بداوا يعلوا على طول، ما بقاش المنتج المستورد موجود، بقى في منتج مصري بيتصنع في مصر عالي بقى يبيعه كويس جدا. فباختصار ادرس السوق، شوف المنتجات اللي كانت بتستورد والناس بتستخدمها واعمل النسخه المصري منها. واخر حاجه اتكلم عليها وهي اوعى تفقد الامل. خليك عارف انك اتولدت في مصر لسبب ما، واتوجدت في وسط ناس معينه لسبب ما، ومعلش يعني هو مين ضامن ان هو هيعيش يوم كمان ولا هيعيش وصحته كويسه؟ ما انت ممكن يجيلك مرض تصرف كل فلوسك الاولانيه والاخيره. فمش انت حبيبي معتني بحياتك، ربنا هو المعتني بحياتك. تفائل 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 وابدا البيزنس بتاعك وفكر عملي، وباذن ربنا كل الحاجات دي هتعدي على خير، وهنشوف مصر في حته ثانيه كويسه. سلام.